اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هديه وصراطه المستقيم. النهارده ان شاء الله هنعمل في 10 دقايق كده او في ربع ساعه تجهيز. هنعمل صينيه كنافه بالكريمه او بالقشطه الكدابه، وان شاء الله تكون مكوناتها كلها موجوده عندك في البيت، مش تاخد منك وقت ولا مجهود. تعملي حاجه حلوه وجميله. النهارده عيد الام، كل سنه وكل امهات مصر طيبين، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم باتم الصحه والعافيه. تعالوا نخش الفيديو نشوف هنعمل الكنافه الجميله اللذيذه دي ازاي في اقل وقت واقل مجهود. وما تنسونوش بدعوه حلوه عن ظهر الغيب، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ودمتم في رعايه الله وامنه. عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحشتوني، عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم لله اقرب. بما ان النهاردة انا عندي فطار ومش هعمل فطار، فقلت اعمل لكم حاجة حلوة. من اول رمضان ما عملناش مع بعض حاجة حلوة. هنعمل ايه؟ هنعمل الكنافة بالكريمة او بالقشطة الكدابة. المقادير بتاعتها سهلة وبسيطة. نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. انا عندي نص كيلو من الكنافة، انا مفرزاها بقالي كام يوم. وعندي هنا ربع كيلو من اللبن عشان اعمل بالكريمه. عايزه تزودي زودي. واللي جنبها دي زبده بلدي، هاخد منها شويه يعني اسيحهم مع زبده عاديه او سمنه عاديه. انا عندي هنا حطيت كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من الميه وعصره ليمونه ورشه فانيليا. هسيبهم بقى يغلوا، وبعد كده هضرب الكنافه يا اما في الهاند بلندر، يا اما انا ممكن اقطعها بايدي كده عادي لو ما عندكيش هاند بلندر. انا كله بس عايزاها تبقى ناعمه معايا. هروح اضربها بقى كده وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، انا فرمت جزء اهو، ودلوقتي هفرم بقيه يعني بقيه النص كيلو من الكنافه، وبقيت اهو انا هفرمها دلوقتي ان شاء الله، واكمل بقيه فرمها وارجع لكم. مش شرط تفرميها بالهاند بلندر يعني، وممكن تعمليها بايدك عادي، بس ما دام في حاجه متاحه تسهل عليكي مفيش مشكله. هفرم بقيه الكميه وارجع لكم. بس انا هحط حبه سكر، اي سكر عندك بقى، سكر بودر، سكر حبيبات عادي. بتحطي معلقه كبيره كده او معلقه ونص وانت بتفرمي الكنافه، او انت بتضربيها. في خطوه تانية ان شاء الله هنعملها، بس افرمها الاول. طيب، ورجعت لكم معلش عشان كانت معايا مكالمه بس فطولت شويه. انا هنا عندي الكريمه، انا عملتها، نزلت الربع كيلو من الحليب، وحطيت رشه من الفانيليا ورشه صغيره من السكر. رشه السكر دي اختياري، ومعلقتين ونص من النشا. بالمعلقه دي معلقتين ونص، وعلى البارد كله. بعد كده رفعتها على النار لحد ما بقت بالقوام ده. انا عايزه القوام ده، ولسه هسيبها طبعا تبرد. وادي السيرب عندي او الشربات بتاعي انا عملته، وبعد كده ركنته على جنب علشان يبرد ويتقل. وعندي بقى هنا السمنه اللي انا بسيحها، اللي هستخدمها للوصفه بتاعتي، ودي الفورمه بتاعتي او الصينيه اللي انا هشتغل فيها. وطبعا كده معز. وطبعا زي ما قلت لكم ادي الكنافه عندي فرمتها، ممكن تفرميها بايدك او بالهاند بلندر عادي يعني. ترش عليها حبه من السكر سواء بودر او سكر خشن. عايزه تديها رشه فانيليا مفيش مشكله. دلوقتي السمنه عندي هتسيح، وهديها رشه كده من السمنه على ما الكريمه عندي ما تبرد، لان انا عايزاها تبرد خالص علشان خاطر ما يخرجش الحشو من الكنافه. انا دلوقتي هشغل الفرن بقى، وهحط شويه من السمنه هلف بيهم الكنافه كده، وبرده هرجع لكم وانا بعملها. حبايبي، وبعد ما عملت الكنافه بمعلقتين من السمنه كده وفركتهم في قلب بعض، وخليت الكنافه تتشرب السمنه، خدت نص الكميه حطيتها هنا وضغطت عليها، وتعملي زي حرف كده بتسكني الكنافه اهي بالشكل ده. وبعد كده بسمي الله هنزل بالكريمه بتاعتي وهسيبها برده تبرد. بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده. بتبتدي بقى توزعي الكريمه بتاعتك او القشطه بتاعتك بالطريقه دي كده. بتسيبيها بقى لحد ما تبرد. طبعا انا مش هاجي جنبها خالص لحد ما تبرد تماما. وبعد كده هنزل بنص الطبقه التانيه. وبالمناسبه يا جماعه، كل سنه وكل ام طيبه وبخير وصحه وسلامه يا رب، ويديم عليها نعمه الصحه والستر، وربنا يخلي امهاتكم جميعا ويرحم والدتي، واسالكم الدعاء ليها والفتحه ليها عن ظهر الغيب. ربنا يغفر لها ويرحمها ويرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين. الامه ما تتعوضش يا جماعه. رحمه الله على الجميع، وربنا يبارك في اللي موجودين واللي عايشين يا رب. بارك في اعمارهم ويخلي لنا اولادنا ويحفظهم لنا من كل شر ومن كل سوء يا رب. فكل سنه وكل ام طيبه. فيعني انا برضو انتهزت الفرصه النهارده وقلت اعمل للولاد
صينيه الكنافه اللي هي بالكريمه دي، وقلت اعملها مع حبايبي برضو. وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، وكل سنه وكل ام طيبه، وربنا يغفر ويرحم لمن سبقونا تحت التراب. اللهم ارحم امي واغفر لها وارحمها وتجاوز عن سيئاتها واموات المسلمين. كل سنه وكل ام طيبه، وربنا يديكم الصحه وطولة العمر يا رب. انا حبايبي دلوقتي هستنى بقى، انا كده كده شغلت الفرن عندي، هستنى بقى لما الكريمه بتاعتي تبرد وتمسك كده، وبعد كده هنزل بالطبقه التانية وهحطها الفرن. انا خليت مقدار معلقتين كده من السمنه هحطهم على الوش ان شاء الله، ولما الكريمه بتاعتي تبرد خالص هرجع لكم تاني باذن الله. ورجعت لكم يا حبايبي. بصوا انا بحط ايدي اهي بتخرج يعني ايه، الكريمه ابتدت تنشف اهي، تمام. فانا كده هنزل ببقيه الكنافه هوزعها واسكنها برضو وارجع لكم تاني. ورجعت لكم يا حبايبي، وانا كنت برش معلقتين السمنه. ادي الصينيه بتاعتي بعد انا ما سويتها، وحطيت الجزء التاني او النص التاني من الكنافه، رشيت رشه السمنه. دلوقتي هدخلها الفرن، هتاخد معايا من حوالي 30 ل 35 دقيقه كل فرن على حسب درجه حرارته. اول ما تطلع ان شاء الله هسقيها السيرب وهرجع لكم تاني ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي ان شاء الله. بص حبايبي، انا كده ايه هقلبها علشان تاخد لون برضو من اليمه التانية، وحطيت معلقه واحده كده من السمنه في الصينيه. فانا دلوقتي هقلبها وادخلها الفرن تاني، ولما تخلص خالص ان شاء الله هرجع لكم واقول لكم يعني هوريكم شكلها يبقى عامل ازاي. حبايبي رجعت لكم، ده اللون بتاعها، خدت اللون الذهبي الجميل. بصوا بقى تركايه كده في الشربات انا عايزه اقول لكم عليها. انا ليه بدات اول حاجه بالشربات؟ عشان يتقل عندي ويبقى جميل كده. الله اكبر، عزت دم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كل عام وانتم شربات. ورجعت لكم يا حبايبي، وده شكلها اهو بعد ما سقيتها الشربات. طلعتها من الفرن بعد ما سقيتها الشربات. انا غطيتها يعني شويه بتاع 10 دقايق كده عشان بس ما يبقاش وشها ناشف. دلوقتي هسمي الله وهقطعها واطلع منها حته، وهنشوفها هتبقى عامله ازاي باذن الله. ورجعت لكم يا حبايبي، وادي انا قطعتها كده التقطيعه بقى اللي انت عايزاها، مربعات مثلثات زي ما انت عايزه. انا قطعتها وطلعت منها خرطتين اتنين اهم. دلوقتي هسمي الله وهدوقها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، بصوا المنظر. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. خد يا معاذ خد. ماشي، ما علينا. ودي كانت حلقه النهارده، يا رب اكون كنت ضيفه خفيفه على قلبكم واستفدتوا مني. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ودمتم في رعايه الله وامنه. ما تنسونيش بدعوه حلوه عن ظهر الغيب. وهنعيد تاني احنا عملناه ازاي، عشان ممكن اكون بس انا يعني سهيت شويه كده وانا بعملها. انا جبت نص كيلو من الكنافه فرستها، بعد ما فرستها طلعتها من الفريزر فركتها، او عندك هاند بلندر ممكن تضربي في يعني تضربيها فيها او كده، مفيش ممكن بايدك عادي جدا. سيحت سمنه رشيتها عليها وفركت السمنه بالكنافه بالسمنه ورشه سكر، وبعد كده ركنتها على جنب. بعد كده بدات اول حاجه اعملها الشربات عشان يتقل معايا بالشكل اللي انا وريته. كان عباره عن كوبايتين سكر، كوبايتين من الميه، وعصره ليمونه ورشه فانيليا. اول ما غلي معايا بتاع 7 دقايق كده او 10 دقايق رفعته من على النار وفضيته في حاجه عشان يتقل ويبرد. بعد كده في نفس اللبانه اللي انا عملت فيها الشربات او انت وراحتك، يعني انا بحاول على قد ما اقدر الم الدنيا يعني. بعد كده حطيت ربع كيلو من اللبن او الحليب، وحطيت عليه معلقتين 2 من النشا ورشه صغيره من السكر، رشه سكر اختياري ورشه فانيليا، كله على البارد. رفعته على النار 10 دقايق تقل معايا، ركنته على جنب لحد ما ابتدى يتماسك. بعد كده جيت دهنت الصينيه بماده دهنيه، وبعد كده حطيت نص طبقه الكنافه، وبعد كده حطيت الكريمه بتاعتي، ولما ابتدت تمسك حطيت الطبقه الثانيه، وبعد كده رشه سمنه من على الوش وحطيتها في الفرن. انا قلت لكم هي هتاخد معايا من 30 ل 35 دقيقه، لا هي خدت معايا ساعه و10 دقايق، لان انا الفرن عندي مش قد كده، لكن طبعا لو عندك الفرن حامي مش هتاخد الوقت ده كله. بعد كده طلعتها سقيتها الشربات بعد ما تقل وغطيتها، وبعد كده قطعتها معاكم، وادي شكلها زي ما انتم شفتوا كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا
حاجه فوق الخيال وفوق الوصف، وان شاء الله المكونات كلها تبقى موجوده عندك في البيت، وحاجه حلوه وسهله وسريعه ولذيذه، وبمناسبه كمان عيد الام. وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل امهات مصر طيبين. واللهم ارحم من غابوا عنا فانهم غابوا باجسامهم ولكنهم موجودين في قلوبنا. رحمه الله على الجميع، وكل سنه وانتم طيبين، وكل عام وانتم الى الله اقرب، ورمضان كريم عليكم. وكل سنه وكلكم طيبين يا حبايبي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ودعوه حلوه لاختكم عن ظهر الغيب. دمتم في رعايه الله وامن.